السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعرف ازاي نشغل او نوصل كابل الهوائي في الشاشة اللي عندنا، سواء شاشة سامسونج او ال جي او توشيبا. ده معظم الشاشات الموجودة عندنا. ان شاء الله نتعلم مع بعض طريقة تشغيل القنوات الرقمية عندنا بسهولة جدا. كل اللي احنا محتاجينه طبعا هو القطعة دي، موجودة عند أي حد بتاع ريسيفر ومتوفرة. بتتباع في قطع غالية. يفضل إن احنا نجيب القطعة تكون غالية عشان تجيب لنا إشارة كويسة وما تبص. وطبعا سلك الدش ده الوصلة بتاعتنا العادية اللي احنا بنشغلها، بنحطها في الشاشة عشان تشغل لنا القمر الصناعي. بنوصلهم مع بعض. ممكن هو ده ميزته ان هو بيشتغل على سلك الدش، اللي هو السلك اللي انتم شايفينه ده اللي بتوصل بطبق الدش. ممكن نشتغل على ده، وممكن نجيب في قطعة تانية بس هتتوصل بسلك عادي اللي هو سلك التلفزيون. وصلنا القطعة ديت اهي. وطبعا بنروح لظهر الشاشة، بيكون ظاهر فيها في فتحة بتكون جاهزة مخصوص الفتحة دي بتكون لل... للتوصيل التلفزيون أو القنوات الرقمية. زي ما انتم سامعين كده، ده الراديو شغال، ده قنوات راديو. وفي هنلاقي برضو في قنوات تانية برضو شغالة معانا. قنوات شغالة معانا اهي. بعد ما وصلنا، انا اول ما شلناه اهو برضو للمصداقية بيفصل، لا يوجد اشارة. بنوصلها، بيشتغل معانا زي ما انتم شايفين. لسه الاشارة بتجمع. ده بالنسبة لتوصيل السلك من جوه. هنعرف مع بعض بقى ازاي نوصله من الخارج، طريقة التوصيل المظبوطة او الصحيحة. ده كان زيتين انا جبتهم. ممكن نستخدم اي قطع ألمونيوم بيتوصل طرف، بس لازم طبعا يكونوا بعيد عن بعض عشان ما يحصلش قفلة. الطرف التاني طرف في السلك اهو، والطرف التاني في الشيلد او الغطاء الخارجي اللي بيكون في السلك. ده افضل توصيل له. ممكن نوصله طبعا بالطبق عادي وهيشتغل معانا، مفيش ادنى مشكلة. ده بيشتغل برضه. ممكن يشتغل على اي عمودين، بس شرط يكون ألمونيوم عشان يجيب توصيل جيد. عرفنا طرف بيكون في الشيلد بتاعه الخارجي اهو، والطرف التاني في السلك. زي ما انتم شايفين اهو شغال الحمد لله. بالنسبة طبعا لطريقة التشغيل او البحث على الجهاز نفسه، كل شاشة بتختلف. وانا كنت عملت لكم فيديو قبل كده للتشغيل على شاشة سامسونج، ولو محتاجين تشغلوه على اي شاشة تانية عرفونا وان شاء الله نشتغل مع بعض ونجربه لكم. فإنا نشكركم لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.